إن شاء الله كدايرين؟ إن شاء الله بخير، كدايرين مع الصحة. اليوم إن شاء الله غادي نديرو واحد طبخة مغربية أصيلة. غنديرو اللحم بالبرقوق. درت أول شي درت ملعقة زنجبيل طري، وملعقة ثوم، ملعقة كركم، ملعقة نصف ملعقة قرفة، إذا بتحبوا القرفة ديروا ملعقة. ودرت الشومر أو حبة حلاوة مدقوقة، ودرت شوية قرفة عواد، وإن شاء درت شوية قزبر حب، والملح، وزعفران حر، زعفران شعرة. بدي أحط عليهم شوية مي، بخلطهم كويس يتجانسوا مع بعض. بعدين بجيب اللحمة تبعي. هاي الطبخة مشهور بها المغاربة، حادق وحلو أو مالح وحلو. نجيب اللحمة ونحطها على التوابل، ونساوي اللحمة كثير في التوابل، نتبلها كويس بالتتبيلة اللي عملنا، ونخليها ساعة ساعتين. قد ما خليناها أحسن وكويس. بدنا نخليها كتير. تسووها في الليل إذا كنتي حابة تطبخيها وعارفة إنك بدك تطبخيها، سويها بالليل وخليها الصبح. أخذت طنجرة حطيت فيها زيت زيتون وزيت قلي، وبدي أحط اللحمة اللي كانت في التتبيلة، بدي أحط عليها مباشرة تقريبا راسين بصل مقطعات كويس، وبزيد شوية زعفران، يعني شوية مش كتير. وبحط لي راس ملعقة سمنة إذا بتحبوا السمنة، اللي بحبش السمنة بلاش، واللي بيحب الحار طبعا بحط عليها الحار. اللي بيحب المرقة تكون حارة. بنحط عيدان قرفة برضو كويس، وبنسكر عليها وبنمر. أنا حاطة كسرولتين غالي المي فيهم. بغسل هذا البرقوق، وعندي برقوق ناشف، وعندي مجفف، وعندي عفوا وعندي مشمش مجفف. بحط بعد ما اغسلهم كويس ويكون المية غالية، بحطهم في الكسرولة، بحط عليهم ورق الغار، وبحط عود قرفة على هذا، وبحط سكر ملعقتين على حساب انتو اللي بتحبوا. وفي اللي بيحط عسل، اذا بدكمش تحطوا سكر في الاخير تحطي لك ملعقة عسل بيكون افضل. اذا فيش عندك عسل حطي لك في كل كسرولة ملعقتين سكر او 3 احسب انتي اللي عندك شو بحبوا حلو ولا ما بحبوش. في ناس تحبش الحلو كثير، بنخليهم تينشف المي يغلو تيستووا. في ناس بتجيب من مرق اللحمة وبتحط عليهم، في ناس لا. انتي اللي بتحبي بدك تجيب بعد ما يتنشف منهم المي، تجيبي من مرق اللحمة وتحطي على كل كسرولة هيك مغرفة. اللي بحبش بلاش، بس هي أفضل تحطي عليه المرق عشان يتشرب هو كمان من المرق. بدنا نشوف اللحمة تبعنا شوية لسه ما نشفتش، لازم تتنشف كويس. اللحمة لازم تكون ناشفة كتير، عشان بدنا المرقة تكون هيك المرق خاثر، مش مرقة. بدنا اياها تكون المرقة جامدة. هيك شايفين لما تصير المرقة جامدة بيصير يبين الزيت، بضل الزيت المية راحت بس ضل الزيت في المرقة. بنجيب الصحن التقديم بنقدمه. يعني الصحن التقديم أنا دائما بقول تزيين كل وحدة وشطرتها في تزيين صحنها. كل وحدة كيف بتحب تزين صحنها.
حطينا اللحمة في الصحن، بدنا نزينها بالبرقوق ناشف أو القراصية، بيقولوا لها في مصر أظن بيقولوا لها القراصية، قراصية أو القراصية. وبدنا نحط المشمش ونحط لوز من فوق. بس عن جد ضيفوا هاي النكهة، يعني هاي نكهة تانية، تضيفوا لها ملعقة شومر أو حبة حلاوة كتير كتير زاكية بتيجي. واللي أعجبته الطبخة ما يبخلش عليا باللايك وباشتراك، اللي مش مشترك يعمل اشتراك، وشي كومنت يكون حلو زيكم. وإن شاء الله نلتقي في فيديو قادم بإذن الله، وخليتكم على خير وصحتين وهنا. وجربوا الطبخة، جربوا الطبخة عن جد زاكية كتير حلوة. وبدي أشكر اللي أعطتني إضافة الشومر أو حبة حلاوة، عن جد كتير زاكية بيها.